ماشي. طيب مع السلامة. يا سلام، الله أكبر. ماشي كده كأنك ولا شايفني. خير يا عمتي. خير؟ وهيجي منين الخير يا ولد أخوي؟ كأنك ناسي إني شريكتك في كل حاجة. مش ده كان الاتفاق اللي بيني وبينك؟ بس أنت خلاص خليت بكل الاتفاقات. شريكتي؟ تتجنيتي ولا ايه يا عمتي؟ والله اتجنيتي؟ تصدق؟ اوعى يا ولا، والله معك حق اني اتجنيت يوم ما خليت واحد صغير زيك يبقى الكبير. انا كبير من يوم يا عمتي. بأمارة ايه كبير؟ كبير بنفسي بعد ضل العطار. وبعدين نفسي افهم ناقصك ايه؟ قاعده في قصر العطارين وبنتك مرات الكبير وقاعده في حمايته. امل ما كنتش تحلمي بيها. اهدى يا واد، الامله دي انت اللي بقيت فيها مش انا. كانك ناسي يا عبد الله، ناسي اني بعت كل اللي حيلتي وذهباتي واديتك فلوس عشان تجيب رجاله يصلبوا ظهرك وتقدر تبقى الكبير وتقعد في الحته دي. قصر الكلام يا عمتي. عايزه ايه؟ عايزه حقي يا عبد الله في كل حاجه، في القصر، في المشاريع، في الارض، في الطين، في كل حاجه. مش وقته يا عمتي. نخلص من الوغش اللي حوالينا وبعدين نتحاسبوا. ومن هنا لوقتها ما عايزش كلام في الموضوع ده. والله ايه والله؟ انا عندي موال كتير في راسي وما نقصش. ماشي يا ابن امك يا ابن نجيه. الشيخ اسكتي بقى، انت ما مسكتيش قدامي. المره دي عامله صوتها كبير وما بطلتش صريخ. عامله دوشه ليه يا سنيوره؟ خدها على المكتب دلوقتي واقفل عليها لحد ما اجيلها. يلا قدامي. نوديني يا شيخ قدامي. وانت يا عمتي؟ نعمين. مش عايز كلام في الموضوع ده تاني. وامي؟ ايوه. ما تجيبيش سيرتها على لسانك تاني، وقصري في الكلام يكسر. خوفتني. بسم الله المهيمن العزيز. الدار دي لها سور بيحميها من اللي براها انه يعاديها، ويحميها من اللي جواها اللي عايز يكسر عرفها اللي ماشيين عليه. والواد اللي قدامكم ده حكمت عليه بالحبس، خالف كلامي وعصاني وقال ايه عايز يهرب، وانا خابر ان فيه واحد منينا بس خاين بيساعده، والخاين اللي منينا ده هرب ودمه حلال اللي يشوفه منيكم. والواد ده علشان مش منينا حكمت عليه بالموت لما تطلع الشمس. حرام عليك، حرام عليك، انت راجل ظالم. هو ما عملش حاجه. لا، الحكم ده غلط يا عم سمير. انت حكمت عليه من غير محاكمه، ولو موته هو الحكم. اشمعنى حكمت عليه وما حكمتش على ياسمين العطار؟ عرف الدار ما بيحاكمش حريم، بيحاكم رجاله بس. وده حكم من النهارده. اللي مش هيتبع كلامي هو الجاني على روحه. يلا كل واحد يروح لحاله. يلا اتفضلوا. خير يا سنيوره؟ عامله قلق ليه؟ هو انت لسه شفت حاجه يا عبد الله؟ انا هوريك. وده بأمارة ايدي ان شاء الله. ما تستعجلش، دلوقتي زكريا لما يجي هيوريك هيعمل فيك ايه. زكريا اللي معرفش يجيب منك حته عيل هيعمل لاني حاجه؟ اخرس. ماشي يا بنت الاكابر، هخرس. بس انت لو ما خرستيش هزعل زكريا عليكي، واللي عايزاهم يقولوا عبد الله العطار كبير العطارين بيستجوع الحريم. جرالك ايه يا عبد الله؟ وايه الشرار اللي طالع من عينيك ده؟ في ايه؟ هو زكريا عامل فيك ايه عشان تعمل فيا انا ده كله؟ عمل ايه؟ عمل كتير قوي. لو عايزه تعرفي عمل ايه صح،
احكي لك. كنا عيال صغيرين، زكريا ابوك كان كاتب له يبقى الكبير من هو في بطن امه. كنت دايما حاسس انه احسن مني. هدومه، اعلامه، حتى بيتهم كان احسن من بيتنا. كنت طول الوقت بسأل نفسي اشمعنى زكريا؟ ما انا ممكن كنت اعمل زي زكريا واكتر كمان. وليه ابويا ما جوليش ظهري زي ابوه ما جوالي ظهره؟ زين العطار بعتنا انا وزكريا، بعتنا الدار عشان نبقى رجاله صح زي ما هو كان عايز. عبد الله، عبد الله، عبد الله. كان اخويا جد وصاحب جد، والحكايه القديمه اللي اتربينا عليها بتاعت زين العطار سليم، وازاي الصحاب وقفوا في ظهر بعض وقويوا ببعض. وانا كنت شايف ان انا وزكريا ممكن نبقى زيه واكتر كمان. كان نفسي نبقى زيه، الناس كلها تحلف بينا زي ما حلفت بيه. لحد اليوم ده لقيته بيتعارك. انت قتلت الواد يا عبد الله. هو كان هيقتلك. تقوم تقتله؟ يلا نهربوا. احنا مش هنهرب، احنا لازم نروح لأهلنا. قصر في الكلام يكسر. يلا نهربوا. انا ما عملتش حاجة عشان اهرب. كنت رايح ادافع عنه